السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. البنات كي دايرين؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير، ما ناقصكم حتى شي خير. مرحبا بكم في هذا الفيديو اللي غادي نوضح فيه بزاف ديال المسائل وبزاف ديال الامور على ما وقع البارح. والمهم غادي نهضروا كذلك على واحد الخرجه، واحد الفيديو ديال مولات الماسك كذلك. يا على بكريشه ما لقيتي لا من تجاوبها مولات الماسك. ما علينا اخواني اخواتي، غادي غنهضروا في هادشي اللي كاين، هادشي اللي واقع. المهم بزاف ديال التوضيحات في الموضوع، ونتمنى تكملوا الفيديو حتى الاخر باش كلشي يفهم شنو المقصود من هذا الفيديو. الله يرحم الوالدين. مرحبا بكم، ديروا لنا لايكات اللي مازال ما اشتركش يشترك، وعلى بركه الله. المهم كثر الجدال في هذا المشكل الاخير ديال الاسره المغربيه، ديال موضوع الخيانه. كما كاملين لاحظتوا كاين بزاف ديال، يعني كاين ماشي بزاف، نقولوا كاين الناس نقاسموا الجوج، نقاسموا الطريقه باش ماشي زعما مخبي ولا شي حاجه، وماشي معناتها انني زعما راني كنت غلطه، باش نكونوا واضحين وضوح الشمس في نهار جميل. انا انتقدت لبنى في الاخطاء اللي الناس دابا عارفينها وانتقدوها عليها. كان الناس ما كانوش داك الساعه اختاروا انهم ما ينتقدوش وصافي، هذا هو الفرق. ولكن كنعترف ان بعض المرات كتكون ديك الساعه الطريقه خايبه، طريقه ديال الوحده متاثره. كتفكرني عيشه مينا في راسي، فهمتوا؟ تحيه ليها بعدا من هذا المنبر. كيفكروني بعض الاخوات اللي كانوا كياخذوا دابا حاليا الامور بواحد التاثر، كيفكروني في راسي ديك الوقت بنادم يلاه داخل اليوتيوب كياخذ الامور بواحد الجهاله بواحد الجديه. ممكن تنتقد الانسان، ولكن لا داعي باش تاثرت لديك الدرجه وكانك زعما راه مشى لك نص فاس، فهمتي؟ يعني تنتقد وتقول الميساج ديالك وتدوزو وعادي جدا وبالعكس غيدوز للناس وغادي يتقبلوه. ولكن اللي كيخلي الناس ما كيتقبلوش هذيك الرساله ديال الانتقاد ديالك هو انك انت اصلا معصب بحال ما عرفتش شنو عندك زعما. راه هذه وقعت لي انا. فملي كنت كنشوف عيشه مينا مثلا كتنتقد وهذا وكتهضر، ملي كتكون معصب كت 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 بعض المرات تتجاوز صراحه. وانا تجاوزت، ما نكذبش، تجاوزت لانني المتابع مثلا كيولي عندي خلاف مع المتابع، والمتابع شنو داير ليا المتابع مثلا؟ يلا شنو انايا مقلقه من واحد الخرجه ديال لبنى، من حقي نختلف ومن حقي نقول ومن حقي نعبر مادام اعبر باسلوب زوين وما نسب ما نقذف. ولكن اسلوب ديال انني مثلا نتعصب على المتابع لا داعي، لان المتابع حتى هو من حقه يشوف داك الشوفه اللي باغي هو. علاش انا غنفرض عليه واحد الشوفه اللي ما شايفاش؟ فهمتوني؟ انا هذه غلطت فيها. ولكن هذا لا يعني انا هذه ضروري ما كل واحد عاد دخل اليوتيوب عاد داخل بمشاعره لهذا العالم كيدير هذا الشيء. هذا مع الوقت عاد كنفهموا اننا نناقشوا الموضوع بواحد الهدوء، بواحد التريب، بواحد الحكمه. يعني انا نقول رايي مهما كان. وكنشكر عيشه مينا لان على الشهاده ديالها صراحه في حقي، لأن قالت واحد الحاجة أنا فعلا فيا. أنا لا أخاف قول شي كلمة، وأنا غنشرح لكم هذا الشيء، في شي واحد واخا يكون الكل ضده. شتي هاد الأزمة ديال لبنى كان بإمكاني نطلع للموجة ونبقى نقول لهم واش شتي هذاك الشيء اللي قلت لكم، يا أنا منين انتقدتها كنتو كتهاجموني وفعلا واخا ونهاجمها مثلا فهمتوني؟ يعني كان بامكاني وزعما ندير فيها انني كنت على حق، وفعلا انا راه كنت على حق ونظلمها. وانا فاهمه واحد الحاجه اخرى هي اللي كاينه في بالي، ماشي هاد الحاجه بامكاني سهله ولكن ما نديرهاش. عرفتوا علاش؟ لانني اؤمن باشياء اخرى، اؤمن بداكشي اللي قلت فعلا العيشه مينا في ديك المداخله. داكشي هو اللي كنامن به، ما كنزوقش الكلام باش نكونوا واضحين. كنآمن أنا المشكل كنشوف وكنحلل المشكل، ما جاش من عندها، جا من الطرف الآخر. كيفاش هي تعاملت معاه غلطات، الرجوع غلطات فيه، دارت فيه أخطاء، ولكن كنآمن على الأقل كنآمن بهذيك النقطة ديال الأسباب ديالها منطقية وعندها أسبابها. إذا خصني نوصل للناس هاد النقطة ونقول لهم أنا فعلا أؤمن بهاد النقطة.
رغم ان غيجي وحدين اخرين وبزاف ديال الناس، ولا ما كنتسوقش والله ما كنتسوق. بزاف ديال الناس مثلا كيهاجموني في قناتي، انا غير انا ما كنتفرجش، هذا هو الفرق، ما كنتفرجش في الناس خصوصا المنصات الليليه، والله ما كنتفرج فيهم. يقدر يكونوا يجبدوني كذلك منصات الليليه، الله اعلم. انا ما كنتفرجش وما كاينش اللي يوصل ليا باش نكونوا واضحين وهنيت مخي. كنشوف انا غير تعاليق، غير عندي في قناه وحتى في عند مولات الماسك، تخيلوا عند مولات الماسك وكتبوا تعاليق وانا غنجاوب صاحبه التعليق، انا جايه كصاحبه التعليق. اهاجم مع الاسف ام هاجر. كنا كان نشوفوها زعما حقانيه، زعما في الاول حقانيه ودابا انا ماشي حقانيه. إيه في الأول حقانية ودابا كذلك حقانية، وغدا غادي نبقى حقانية، شاء من شاء وأبى من أبى، لأنني معنات أنني نقول كلمة حق في لبنى في شي مشكل عندها، هذا لا ينفي ما سبق، وما غاديش يحيد ليا أن اللي جاي مثلا ملي غادي تكون غلط لبنى ما غنتقدهاش، لا غنتقدها، ولكن غيرت من راسي بزاف وغيرت من أسلوبي وغيرت أنني نحترم رأي الآخر كيف ما بغى يكون مثلا. وأكثر وحدة تنتقد لبنى بكل احترام هي أنا راه كنشوف ناس كيبغيوها أنا عارفاهم كيبغيوها، والله ما عندي حتى أدنى شك، كيبغيوها وكيساندوها ومن زمان، ولا أعمم هنا، أنا بغيت نعطيكم غير مثال. وبعض المرات كيطلع لهم الدم وكيخرجوا شي كلام، والله ما نخرجوا أنايا، والله ما نخرجوا فيها، تيقولوا شي كلام قاصح. انا هذيك تعلمتها، انتقد واختلف، ولكن ماشي من حقي نجرح حتى واحد، لا متابع ولا الناس اللي كنتقدهم، ماشي من حقي نجرحهم. وهنايا فين وصلت للنقطة اللي كنت دائما اتساءل عنها، والحمد لله انني وصلت ليها. كيفاش مولات الماسك كتبقى بداك الهدوء وكتنتقد وكتقول رأيها بكل هدوء وبساطة، وما كتجرح ولا 0.0001%، ما كتجرح لا متابع لا صاحب الشأن لا والو، حتى انها كتناديهم بالاسماء ديالهم عادي. انا عاد فهمت وعاد وصلت. انا كنت كنقلب على الجواب مني عاد دخلت اليوتيوب، ولكن دابا الجواب كيكون بالخبرة، الخبرة في اليوتيوب. وهذا هي النصيحة ديالي لأي واحد مهم عنده قناة وعاد بادي، وهذا الخبرة في المسائل وفي المواقف كتخليك فعلا ترزن. وكاين اللي لا الطبيعه ديالو دائما هذيك هي الطبيعه ديالو، ما كنهضرش، انا كنهضر على اللي اصلا كياخذ الامور، ما يقدرش يسب، ما يقدرش يقذف، ما يقدرش يشتم، كيزيد يتقل مني كياخذ الامور بهدوء. نرجعوا لكلامنا يا البنات وتبعوا معايا الفيديو باش عافاكم نحطوا النقط على الحروف. كاينين ناس هاجموني كي قلت لكم عند مولات الماسك وحتى في قناتي، وكنعرفوهم مزيان، كانوا متابعين. ملي كنكون مثلا كنقول ان لبنى خطات في هذه وخطات في هذه وخطات في هذه ياكو، وتيقولوا لي مع الاسف اصبحت تصفق للباطل باش تطلع قناتها. والله اولا هاد تطلع قناتها غادي نجاوبها البنات، غنجاوب عليها ومن بعد نجاوب على تصفق للباطل. هاد تطلع قناتها اقسم بالله حتى واحد فيكم دابا كيسمعني ما غيكون عنده شك فيها، الا انا بكون بغيت زعما نطلع قناتي غير باش ما كان، واخا تكون افكاري مختلفه وما نعرفش نديرها صراحه، ونخرج نقول افكار وحده اخرى، كون طلعت شحال هذه. انا راه ماشي جديده في اليوتيوب، انا راني قديمه في اليوتيوب، راه منصات كبارين، واقسم بالله على هاد الهضره وانتم عارفين منصات كبارين كانوا كيبارطاجيوني بدون ما نقول لهم شي حاجه، وكيتواصلوا معايا بدون ما كنتواصل معاهم، باش نكون واضحين. فكون بغيت هاد الهضره ما عمرني قلتها، كون بغيت نطلع قناتي واقسم بالله تطلع، ولكن دا ماشي بهاد الطريقه. ايوا نغمض عيني على امور، يعني كاين امور كان عليا ندخلها وغادي تطلع باش نكونوا واضحين، وحتى وغنبان للناس حقانيه وكل شيء وغادي تطلع. انا ارتكبت اخطاء، انا اعترف انني ارتكبت اخطاء في الطريقه ديال مني كنكون معصبه وطالع عليا الدم ونخرج ندير لايف، هذيك ارتكبت فيها اخطاء وانا اعترف بها، والاعتراف بالخطا ارتكبت اخطاء في حقي ماشي في حق شي واحد صراحه. نجيو دابا القضيه ديال بطلع قناتها جاوبت عليها، نجيو دابا القضيه ديال تصفقوا للباطل. اولا
يا البنات هاد الناس هذا كنعرفهم بالاسماء كيتواجدوا في منصات ونقولها بالاسم كيتواجدوا بزاف في منصه ديال شنيوله ديك المنصه هي حره تدبر مخها هذاك هو السيستم باش طلعت قناتها دبر راسها هي براسها كتنمر على راسها هي براسها كتقول لك نحن متنمرات نحن فاعلات نحن غا ندوروا الوقت واصلا ما يمكنش يبدلوا الحقيقه ولا يبغيو كيتنمروا كيشدوا في بنادم كيسبوا بعض المرات كيخرجوا مسائل لا تجوز يعني مسائل لا تجوز مثلا مسائل ما تقدرش المراه تخرجها من فمها وعندي مقطع لان داك المقطع غيبقى عندي باش ملي بدا بنادم يقول لي لا نقدر نحطو ليه ديريكت يعني كيديروا بزاف ديال التجاوزات هاد الناس تيكونوا في التعاليق وتيصفقوا لهم ولا اقصد واحد السيده باش ما عمرها هاجمتني لا اقصد كي امواج البحر باش نكونوا واضحين ما كنقصدكش باش تكوني فاهمه لانك انت متتبعه كذلك ديالي كتواجدي انا كنهضر على الناس اللي جبدوني بتعاليق سيئه وكيكونوا متواجدين تماكين وما عمرهم قالوا اللهم ان هذا منكر او انا لا يجب انني نقول ان مثلا نبقى ننتقد ديك الاسره نقول لهم فاسدين فاعلين تاركين وانا كندير نفس الفعل لا 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 لا, لا. حاضيني غا انا اللي لا اتواجد في اي منصه تسب وتقذف نتحداكم واش عمركم لقيتوني في شي منصه دون المستوى انا كنختار فين ندخل لان فين كتدخل كيعبر عليك اختار فين كندخل حتى في الجهه ديال لبنان باش تكونوا واضحين راه ماشي حيت ما باغاش ندخل عند الناس او لا حتى في الجهه ديال لبنان وهذه حقيقه حتى الناس اللي مثلا كيسبوا مثلا تلقاو مثلا شاعل عندهم في المنصه راه ما ندخلش عندهم وقررت اصلا ما ندخل عند حتى حد هكا نهني مخي لان كي قلت لكم اللي بغى يطلع قناه راه ماشي هكا كيتصرف باش نكونوا واضحين وكون ما كانتش المداخله ديال البارح بقات فيا عيشه من هذا ما نطلع نديرها ما نطلعش نديرها وطلعت درتها والحمد لله يعني الناس راه قال لك الا كان اللي كيهضر حمق يكون داك اللي كيتصنت بعقله راه ماشي غير كتهضر وكتقول الهضره راه زعما الناس غادي يتبعوك لا راه الناس عندهم عقول كيحللوا ديك الهضره اللي كتقول واش منطقيه واش الا عندهم العكس ديالها غادي يقاطعوك يقول لك سكتي هذه راه كذبتي فيها هذه راه ماشي بصح انا في هذا الموضوع ديال الاسره المغربيه اؤمن انهم مظلومين في بزاف ديال الحوايج ماشي من دابا عاد نقولها من زمان وماشي غير انا كاين كذلك اخوات كنعتز بالاراء ديالهم كنفرح ملي كيكون الراي ديال بحالهم غربويه زاره كينتقدوا لبنان ما نكروش ولكن حتى هما كيامنوا ان عليها حقره ان عليها واحد التنمر انا واخا السيده تمشي تبدل المحتوى دير اللي دارت كاينين الناس كياكلوا على ظهرها الخبز كاينين الناس ما كيخلوهاش في التقار وكيامنوا كذلك ان عندها اخطاء عادي جدا هذه ولات عاديه في اليوتيوب ما خص حتى واحد يتقلق منها اش بغيت نقول لكم على هاد الناس اللي كيخليو عليا التعاليق وقالوا لك حكايه كتبرر انا لا ابرر انا فعلا في هاد المساله ديال الخيانه حطيت راسي بلاصتها وما عمر شي واحد غيكون بلاصتها على اي حطيت راسي بلاصتها ان انا داكشي ماشي ساهل وحاولت نفهم علاش هاد السيده باقا متشبته علاش هاد السيده مثلا ما كتسمعش المتابع واش كاين شي واحد كيضحي على كيضحي ويتخلى على المتابع ديالو هو هزو الا ولا كاين اسباب اقوى من داكشي هادشي اللي قلت لا اقل ولا اكثر وتنشوف لبنان من مده طويله جدا من ايام المحاكم من اخر مره خرجت فيه في المحكمه ونهارت من تماكن كتبعد على المشاكل وبعدت بزاف على المشاكل ومحتواها جد طبيعي شاء من شاء وابى من ابى كترتكب بعض الاخطاء في حقها في حق المتابع ديالها صحيح حتى في هذا الرجوع ارتكبت الاخطاء انا لا انكر هذا الرجوع هذا وارتكبت فيه اخطاء وقلناها وما خبيناهاش يا براسها قالتها ولكن على اي ولات كتبان ليا الصوره ان قد كما بغات تكون هاد لبنى الأسوأ منها هم اللي تابعينها يوميا هادوك الأسوأ اقسم بالله لا أسوأ منها اقسم بالله 3 مرات الى هم أسوأ منها
الا هي خرجت بواحد الفيديو فيه 20 دقيقه، الناس راه كيديروا فيه 24 ساعه على 24 ساعه تنمر، سب، قذف، شتم، باطل، يصفقوا الاشياء يندى لها الجبين غير من اجل اللبنه طيح. باش نكونوا واضحين وليت فاهمه هذا الموضوع مزيان مزيان مزيان. كذلك اخواني اخواتي البنات اللي كيتصنتوا ليا، فهمت واحد الموضوع فهمته كذلك مزيان ديال بصح، وكان عندي فيه خلط، والغلط ماشي ديالي، الغلط انني ما كنحكمش على غير الهضره وكلام اللي هو بكريشه. يا ما الناس كانوا كيقولوا غادي يلو حال الزنقه، غادي يرميها، غينتقم منها، غيتجمع بعائلته، غيتجمع بولادو، تنقول هادو يبالغون. سيد راه مسدود عليه في 4 حيطان، ماشي حتى لهاد الدرجه. سيد غا دريويش، سيد غا ماشي هو اللي كيخطط في اليوتيوب اون بليس والله العظيم. وانا كنقول لكم كنت كتبان لي لبنى هي اللي في الصوره، نقول هي كتبان لينا فعلا فعلا كدير اخطاء. كنقول هادشي كله من راسها هي، هو ما بعيد على هادشي. هو غادري ويش كان غير سعاد غير كتجفف به، كدل به بكرامته الارض. كانوا كيقولوا لي غا بارد الكتاف، هو ما عندوش مع هادشي كامل. تحياني الله تا هما راسهم كيعترفوا واحد بواحد. اول وحده اعترفت يسرى، اعترفت على باها وهي بنته وعزيز عليها وكتحماق عليه، ومع ذلك اعترفت عليه. قالت كلمه ما عمرني نسيتها، ان الاب ديالي ناوي يبلبلها. اعترف عليه خوه يوسف المرضي وقال بكريشه ها هو خارج لكم، بلاتي ها هو خارج لكم وغادي يبلبلها بالمزيان. واعترفت عليه لبنى من زمان، اعترفت عليه. وكذلك اعترفت عليه اخر وحده فاطمه الزهراء، ثم اعترف على نفسه باش نكونوا واضحين بالتصرفات ديالو اكثر. اقوى الادله ديال الاعتراف هي ملي كيعترف الواحد لراسو. فانا قلت انا هذا السيد هو اس المشاكل، باش نكونوا واضحين. صحيح ان لبنى حتى هي كتبع ديك اطارات الجدل، ولكن هو اس المصائب والمشاكل، خصوصا بعد هو الا جيتي تشوف ما كيسب، ما كيقذف، ما كيشتم كما قال المولات الماسك البارح. تخيلوا دارت عليه واحد الفيديو البارح قالت زعما باش دير فيه خير، هي النيه ديالها دير فيه خير. قالت زعما نشجعوا خوه اللي عنده مستوى زوين ومحتوى زوين، اعتذر لعل وعسى بكريشه ملي غطيح ليه المشاهده غيرجع للطريق. هكا قصدات غيرجع للطريق، لانه غيتوقف على هذه المشاركه. نقولوا حنا غير كيشارك المشاكل ديالو غيتوقف عليها وغيمشي حتى هو يقلب ليه على شنو يدير، شي محتوى اللي هو بعيد على المشاركه ديال المشاكل. واش دابا خوه ما عندوش مشاكل؟ اكيد غيكون عنده شي مشكل، طرا ليه شي مشكل مع ناديه اكيد، ولكن ما كيشاركش. ما علينا. هكا قصدات يعني قالت الطرف الاخر، وهي يعني متامله بزاف. هاد الناس انا هاد الناس ما كنتاملش فيهم وانا جايكم في الهضره، متامله في الطرف الاخر ان هادوك الناس اللي كيتابعوا بكريشه فعلا هما اللي متبعينه، وهو فاهم كلام مولات الماسك بزاف كاع، ولا ما يردش عليها اصلا. وانا قلتها لكم البنات في القناه، قلت لكم علاش شكون كيطلع المشاهده لبكريشه، علاش كيكلاشي لبنى وغادي يعاود يكلاشيها وغادي يكمل في الكلاشات ديالو، لان داك الطرف الاخر هو اللي كيطلع عليه المشاهده، واي واحد طلع عليه المشاهده في اليوتيوب هما اللي كيطلعوها عليه. باش نكونوا واضحين، لانهم ببساطه كثارين. اذا هاد الناس هادو هما اللي كيشجعوا هاد الشيء، هما اللي كيطلعوا المشاهدات، هما اللي كيديروا جروبات كيهجموا على اي واحد بالسب. وراه بكريشه ما مسوقش تهجموا عليه بالسب والقذف والشتم، المهم كتطلعوا ليه المشاهده. هما اللي كيحطوا الباطل، هما اللي عندهم جنود الخفاء، هما اللي كيفجروا الملفات، هما اللي كيديروا كل شيء. في الاخر تجي وحده تكتب لك التعليق انت تصفقين للباطل، وسيري شوفي بعدا انت لمن تصفقين. وانا الفكره د مولات الماسك صراحه زوينه، ولكن مع ناس اصلا شغلهم شاغل هو تفجير الملفات، مع ناس اصلا
الا ما كاينش هذا الشيء وما كاينش هاد الملفات وما كاينش هاد الروينه الكحله، ما غيخدموش، ما غياكلوش طرف الخبز. اذا هنا راه كيوليو هما اخطر من الملفات اللي كيهضروا فيها، تيوليو هما اخطر. ونعطيك مثال مولات الماسك مربوحه، كيديروا شي اثارات الجدل، مربوحه كيديروا شي حاجه وانت راه عارفه قناه مولات الماسك راه بعيده على هادشي، لان حتى متابعينها وشفت التعاليق تبارك الله ما شاء الله كاع ما متبعين هادشي، لانهم اغلبيه من الناس اللي متبعين مربوحه، متبعين البهجه، متبعين ناس وحدين اخرين، عقليه وحده اخرى، يعني متابع اخر. طبعا كيتبعوها حتى المتابعين ديال هذا الشيء، ولكن تنقولوا على لا باز ديال المتابع. لا باز ملي تكون عندك واحد القاعده جماهيريه، كتعرف اش من قاعده جماهيريه عندك في القناه. نرجعوا مربوحه، عيشه، البهجه، كيديروا شي حاجه، كيشاركوا شي مشاكل، كيهضروا ولو عندهم مشاكل كيهضروا فيها ابدا، خلاوهم في افتقار، عطاوهم اتساع، ما كيسبوهم يوم ليله نهار مساء عشيه صباح. عيشه 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 اللي عمرها ما هضرت على شي واحد، ولا عمرها دارت ولا حتى كلمه في قناتها لشي قناه، ولا اصلا كتفرج، لا اظن انها كتفرج. وهي حامل قالوها عليهم باش غير تعرفوا هاد النوعيه ديال البشر ماذا اشنو كدير في اليوتيوب. نزيدكم درت واحد الفيديو شحال هادي درتو يا البنات، شحال هادي، وغنبارطاجيه معكم، كاين في القناه الاخرى، غنبارطاجيه معكم. مني انا غنعطيكم دليل، مني هذيك سميره، حيت نفس الجمهور هو مني سميره خرجات وكانوا مشاكل بين المغرب والجزائر، عرفتوا هي مات الكره وكاس افريقيا وكيسبونا وكيعايرونا، داروا علينا حمله، وخرجت كتعتذر لهم. انا ديك الساعه درت فيديو غنحطوا لكم، وعده البنات غنحطوا لكم في هاد الايامات هذا، فكروني وغنحطوا لكم لان بزاف ما شافوهش. خارجه كتعتذر لهم. اشنو فهمت انا؟ علاش وحده غتخرج تحدى، ولا هذه ما شافوها شافوا غالبنا، تحدى بلاد ديالها كلشي، ديك الساعه حنا الجزائريين طلعوا لينا في الراس لانهم تجاوزوا كل الخطوط الحمراء، ياك اصلا حنا معصبين. تخرج وحده في هذيك الظروف وتقول لهم كنعتذر منكم، الناس المتابعين ديالنا هادشي، زعما كتعتذر على المغاربه اللي كيسبوهم. تخيلوا علاش غدير هاد الخطوه؟ لان استوديو يوتيوب فيه واحد الميزه كيبين لك من اي بلد كيتابعوك اكثر المتابعين. وهنا فطنت انا ان المتابعين الاكثريه اللي كيتابعوها من الجزائر. هنا فطنت، لان لو ان فئه صغيره ما تخرج تعتذر لهم وتواجه بلاد على قدها على ودهم. فهمتوني يا البنات؟ نتمنى يكونوا هاد التوضيحات، ما بغيتش نطول في الفيديو، 23 دقيقه ديجا، نتمنى يكونوا توضيحات اللي هي مفهومه. انا مستقله عن رايي، وشكرا شكرا شكرا عيشه مينا اللي فهمات هاد النقطه بالضبط فيا، لان قلت لكم في هاد الفتره هذه وكان بامكاني نستغل الوضع الصالح ديالي، زعما حاجه اخرى، ولكن ما درتهاش. تحياتي لكم، كنشكركم بزاف. واللي بغى الفيديو اللي فيه الاسباب وهذا راني بارطاجيته في المنتدى، فيه 29 دقيقه البنات، راه ما عنديش فيديوهات كثار، تفرجوا فيه وردوا عليا. تحياتي لكم.